كان عندي بقى حته جبنه قريش كده مش عارفه اعمل بيها ايه ولا استفاد منها ازاي، فافتكرت لها بقى فكره تحفه كنت شفتها قبل كده. هنحط الجبنه القريش كده على نار عاليه لحد ما تنزل ميه كده منها بسيط جدا، واول ما تبدا تنزل في الميه كده هنحط عليها معلقه صغيره من البيكنج صودا علشان تنزل ميتها خالص وتبدا تلم معانا كده زي ما احنا شايفين الرغوه دي حصلت من تفاعل البيكنج صودا مع الجبنه. تمام، هنبدا بقى نجيب شريحه من الجبنه الرومي، شريحه واحده. انا عامله كميه صغيره يا جماعه علشان كنت عايزه اجرب التجربه دي واشوفها فعلا تستاهل ولا لا. هنبدا بقى نقلب كده لحد ما هتنزل ميه وهتبدا تلم معانا الجبنه زي ما احنا شايفين كده قدامنا بالظبط. هنبدا نجيب الميه على الجبنه علشان الميه دي هتخلي الجبنه بتاعتنا تنعم اكتر واكتر وتسيح الجبنه ببعضها اكتر زي ما احنا شايفين. تمام، هنبدا نلم كده لحد الجبنه بتاعتنا ما تبقى ناعمه خالص. نحط عليها معلقه صغيره من الزبده زي ما قلت لكم، انا عامله كميه صغيره جدا علشان اجرب التجربه. تمام، هنبدا نلم كده لحد ما تنعم معايا خالص، وهتلاقوا الميه دي نشفت اللي في الطاسه خالص كده زي ما هوريكم بالظبط في الخطوه اللي جايه اهي. بصوا الجبنه نعمت معايا خالص. هنجيب بقى معلقتين من الميه او معلقه من الميه على معلقه من النشا، معلقه صغيره، وهنحط عليها نقطه لون. لو مش حابين اللون هتضيفوا بدل النشا بالميه باللون ده هتضيفوا صفار بالتين. تمام، وهتقلبوا فيهم كده برضو لحد ما تمسك معانا، بس هتضيفوا الصفار واحده واحده جوه العجينه بتاعت الجبنه. تمام، مش هتحطوها على الطاسه عشان ما تستويش في الطاسه. اوكي، هنبدا بقى نقلب كده لحد ما الجبنه بتاعتنا تاخد لون حلو وتمسك معانا. النشا هيخليها تمسك مع نفسها اكتر. وبعدين هنجيب حبه من الفلفل الاسمر الحصى مش مطحون، فلفل اسمر زي ما احنا شايفين كده، ونحطهم ونقلبهم في بعض. دي كده بقت معانا جبنه رومي. انا جربت يا جماعه التجربه وبجد طلعت حلوه جدا. وطبعا هتظبطي الملح لو الجبنه بتاعتك دلعه. دي جبنه رومي جديده يا جماعه مش قديمه. هنحطها بقى في قالب كده متغلف بالاسترتش وهندخلها التلاجة 4 5 6 ساعات كده، وبعدين نطلعها هوريها لكم لما طلعت بجد تحفه. عجبتني جدا، ريحتها جبنه رومي، طعمها جبنه رومي. بصوا اهي الجبنه معايا اهي. طبعا زي ما قلت لكم انا عامله كميه صغيره علشان اجرب التجربه واقول لكم فعلا حلوه ولا مش حلوه. بصوا والله جميله جدا، عجبتني طعم وريحه وكل حاجه، بس جبنه رومي جديده مش جبنه رومي قديمه. لو حابه تعتقيها بقى هتسيبيها عندك لحد ما تعتق في التلاجة. تمام، هنقطعها بقى شرايح كده. بصوا شايفين التحفه، وهحطها كمان في ساندويتش وهدخلها الميكرويف اسيحها واوريها لكم لما تطلع من الميكرويف عامله ازاي. بجد تحفه. وبس كده خلاص، وباي باي.